السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل تورتة الطاسة، من أسهل وأسرع التورت اللي بحب أعملها. طريقتها ومقاديرها مضمونة 100%. في أي مناسبة حلوة هتدخلي تعمليها مش هتاخد في إيدك وقت خالص، هتكوني عاملة أحلى تورتة هتعجب كل اللي هياكلها منك ويقولك تسلم إيديكي. يلا نشوف التورتاية الجميلة دي هنعملها إزاي. لو أول مرة تشوفيني أنا أميرة كرم، شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسنيش في لايك ومشاركة للفيديو. اول حاجه نبتدي ندخل المقادير الجافه كلها مع بعضها ونركنها على جنب. كل مقاديرنا ان شاء الله بالكوبايه بالجرام هحطها لكم في صندوق الوصف، سهم صغير تحت الفيديو هتضغطي عليه هيطلع لك كل مقاديرنا ان شاء الله. هندخل اول حاجه الدقيق، هنحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني الغامق. الكيك شيف يا جماعه بجد جميل جدا في الكيكات وفي التورت دوت، بيكنج باودر ومحسن كيك الاثنين مع بعض. هنحط معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، وهنحط ربع معلقه صغيره من البيكربونات. اخر حاجه معانا رشه الملح اللي احنا متعودين عليها في الكيكات. هندخل الدقيق بتاعنا كويس جدا، هيتبقى كتل صغيره كده من الكاكاو، هنبتدي اللي احنا كده بمعلقه وننزلها. خلاص جهزنا المواد الجافه نركنها على جنب، ونبتدي اللي احنا نعمل خليط الكيكه بتاعتنا. 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، هنحط عليها 3 اكياس من الفانيليا. كل بيضايه ليها كيس فانيليا عشان نتاكد ان شاء الله الكيكه بتاعتنا ما فيهاش اي ريحه زفاره بيض. كوبايه من الحليب درجه حراره المطبخ، كوبايه من السكر الابيض الناعم او السكر البودر، نص كوبايه من الزيت النباتي. اخر حاجه معانا معلقه الخل الكبيره، بجد بيضيع اي ريحه زفاره بيض، بيخليها طريه معاكي وهشه، بتبقى جميله جدا معاكي. هنقلب المواد الجافه كلها على بعضها كويس جدا، هنصب عليه الخليط اللي احنا ضربناه لمده دقيقه كامله. نحاول نقلب الخليط بتاعنا كله في اتجاه واحد عشان ما نطلعش الهواء اللي دخلناه جوه الدقيق بتاعنا. قلبنا الخليط بتاعنا كويس جدا، فكينا اي تكتلات من الدقيق جواه. خلاص كده الخليط بتاعنا بقى جاهز معانا. هنبتدي نجيب 4 بولات يكونوا الاربعه قد بعض. انت لو عايزه تقسمي التورتيه بتاعتك على 3، عايزه تقسميها على 4، عايزه تقسميها على 2، زي ما انت عايزه. انا قسمتها على 4 علشان عايزه التورته بتاعتي تبقى عاليه معايا شويه، فقسمتها على 4. بصي قسميهم بالتساوي كده، لازم الاربعه يكونوا قد بعضهم عشان ما فيش واحده تبقى اعلى من التانية، ما فيش واحده اكبر من التانية، الاربعه يكونوا قد بعضهم. هنبتدي نروح للطاسه بتاعتنا ونشوف هنسوي الكيكه بتاعتنا ازاي. هنروح للعين الكبيره اللي في وسط البوتاجاز، هنبتدي اللي احنا نغطيها خالص ونحط شياطه عليها. لو مش عندك شياطه انت ممكن تجيبي ورقه الومنيوم وتطبقيها كده 4/4 وتخرميها زي الشياطه كده بالظبط، وتحطيها على البوتاجاز بتاعك من فوق، وتبتدي اللي انت تحطي عليها الطاسه. اول ما تحسي ان الطاسه بتاعتك ابتدت اللي هي هتسخن، هنحط لها بالظبط زي ما انتم شايفين كده 3-4 نقط بالكتير من الزيت، مش عايزين زيت كتير عشان برضو الكيكه بتاعتك ما تتحرقش من تحت. ونبتدي ان احنا نفردها بالفرشه ونصب في الطاسه الكيكه بتاعتنا. بصي احنا مش هننفرد ولا بمعلقه ولا باي حاجه، احنا نمسك الطاسه ونهزها كده هزه بسيطه هتلاقي الكيك بتاعك اتفرد لوحده. هنبتدي ان احنا نغطيها بغطا يكون بنفس حجم الطاسه بتاعتك عشان ما تطلعيش البخار وتستوي معاكي براحتها. بالظبط 10 دقايق وترفعي غطا الحله من عليها، هتلاقيها طالعه معاكي احلى كيكيه. عايزه تختبيها اللي انت بتحطي ايدك كده عليها من فوق زي ما انا حطيت ايديا كده، لقيتيها بتلزق والعجينه بتطلع في ايديكي، تعرفي اللي هي لسه نيه. اخلعيها كده من على الحرف بالراحه وتروحي جايه شايلاها وحطها على فوطه عشان اي بخار منها الفوطه تتشربها وما تعجنش منك، وبرده تغطيها بفوطه خفيفه. خلصنا الاربع كيكات بنفس الطريقه، طريقتهم سهله وبسيطه وما خدوش في ايدي وقت خالص. كل واحده بالظبط اخدت في ايدي 10 دقايق وتطلعيها، ما تطوليش عن كده عشان ما تنشفش منك. الاربعه قد بعض والاربعه حجمهم حلو جدا، لا تقولي بقى نقطعهم ولا تقولي كيكايه على بعضها ونبتدي ان احنا نقطعها تطلع حته عاليه او حته واطيه، لا الاربعه طالعين مظبوطين والاربعه قد بعض والاربعه شكلهم حلو جدا. نبتدي نجهز جناش الشوكولاته بتاعنا. في الحله بتاعتنا هنحط كوبايه من الميه عاديه خالص من الحنفيه، هنحط عليها 3 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، ربع كوبايه صغيره من الزيت النباتي. هنقلبها كويس جدا كله على البارد لغايه لما كل المكونات بتاعتنا تندمج مع بعضها، وبعدين نرفعها على النار.
دي شوكولاته سمر بالحليب، دي الغامقه اللي انا هستعملها ان شاء الله في تزيين التورته بتاعتي. هنكسرها حتت صغيره، هنكسرها لمربعات زي ما هي كده. اول ما الخليط بتاعنا يغلي معانا يوصل لدرجه الغليان، هنحط عليه الشوكولاته بتاعتنا، وبسرعه بسرعه بسرعه تقليب بسرعه لغايه لما الشوكولاته بتاعتك تسيح منك. طريقه سهله جدا لجناش الشوكولاته. الجناش دوت ينفعك في التورت، في الجاتوهات، في اي كيكه عايزه تغطيها بيها، تبقى جميله جدا، لمعتها حلوه قوي وبجد طعمها حلو جدا. خلاص كده الجناش بتاعنا خلص معانا، هنبتدي ان احنا نصبه في كوبايه ونركنه على جنب لغايه لما يبرد معانا تماما، عشان لما نيجي ان شاء الله نغطي بيه التورته بتاعتنا يكون بارد وما يسيحش معانا الكريم شانتيه اللي احنا هنغطي بيه الكيكه بتاعتنا. هنبتدي نجهز الكريم شانتيه بتاعنا. انا جبت ربع كيلو من الكريم شانتيه الخام المتحده، انضف انواع الكريمات، بيبقى جميله جدا في الكريم شانتيه. هنحط عليه بالظبط ربع كوبايه من السكر البودر، وهنحط عليه كيس من الفانيليا. هنبتدي نحط عليها نص كوبايه من الميه المتلجه، ممكن تستبدلي الميه المتلجه بالحليب المتلج. هنضربه كويس جدا، لقيته تقيل شويه هنبتدي نحط بقيه الكوبايه. طبعا احنا مش هنحط الكوبايه كلها مره واحده، احنا هننزل بنصها نضربها ونرجع نحط النص التاني. عايزين الكريمه بتاعتنا نوعا ما تكون تقيله عشان نعرف ان احنا نظبط بيها التورته بتاعتنا ونزوق بيها التورته بتاعتنا. جميله جدا. ده كده القوام المظبوط بتاع الكريمه بتاعتنا. هنبتدي نجهز محلول التسقيه بتاعنا اللي هنسقي بيه الكيكه بتاعتنا. هنجيب كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، هنحط عليها كيسين من النسكافيه البلاك او معلقه صغيره مليانه من النسكافيه سريع الذوبان، هنحط عليها معلقتين صغيرين مليانين من السكر، ونبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا. ديت الميه اللي احنا هنسقي منها التورته بتاعتنا. هنبتدي نجهز التورته بتاعتنا. هنجيب معلقه صغيره من الكريمه، هنثبتها في الطبق كده من النص عشان الكيكه بتاعتنا تثبت عليها ما تروحش يمين ولا شمال، ونعرف اللي احنا نتحكم فيها لما نيجي نزوقها. هنسقي بالمحلول بتاعنا اول كيكه. هنبتدي نحط عليها طبقه حلوه من الكريمه ونفردها، ونحط الطبقه التانية من الكيكه، ونحط عليها الكريمه برضو ونفردها. هنكررها كده لغايه لما نخلص الاربع طبقات بتاعتنا بتوع الكيكه. طبقاتها جميله جدا وكلهم متساويين. زي ما قلت لكم الحلو اللي فيها ان كل الطبقات بتاعتنا تبقى قد بعضها وكلهم سوا بعضهم، مش هتلاقي حته عاليه ولا حته واطيه. هنبتدي ان احنا نغطي التورته بتاعتنا من فوق بالكريمه ونغطيها من الجناب. هنبتدي بقى ان احنا نسويها على قد ما تقدروا، سووها كويس من فوق ومن الجناب. لو عندك الاداه اللي انا ماسكاها في ايديا اللي انا بسوي بيها التورت دي تعمليها، لو مش عندك باي سباتيولا، باي سكينه كبيره، اي حاجه اللي انت تعرفي تسوي بيها التورته اشتغلي بيها. احنا شاطرين وحلوين ونعرف نعمل اي حاجه. سوينا التورتيه بتاعتنا على قد ما قدرنا، لو في حته كده باينه من الكيكه هنغطيها ونرجع نسويها تاني. على قد ما تقدري خليها كده متساويه من فوق ومن الجناب. خلاص هنحطها بقى في التلاجة عشان تمسك نفسها. بصي بقى جناش الشوكولاته بارد معانا تماما، ما تحطوش وهو دافي او تحطيه وهو سخن علشان ما يسيحش الكريمه بتاعتك. ابتديت اللي احنا نرجع تاني نحطها في التلاجة، الشوكولاته تمسك نفسها تاني. احنا حطيناها في التلاجة مره لما غطيناها بالكريمه، وهنرجع نحطها في التلاجة تاني لما غطيناها بالشوكولاته. بعد ما الشوكولاته مسكت نفسها هننقلها في صينيه نظيفه. كان عندي شويه من الفرماسيل الاسود، ابتديت اللي انا ارشها على الوش كده، اداني شكل حلو جدا. التورتيه بتاعتي شكلها هادي جدا وسيمبل جدا، ما فيهاش شغل كتير. انت لو عايزه تحطي عليها وردات من فوق، عايزه تزوقيها بالبسكوت البوريو، الزواق دوت في ايدك انت. كل اللي انت نفسك فيه اعمليه في التورتيه دي. انا زي ما وريتكم كده يا دوبك بس حطيت عليها الشوكولاته ورشيت عليها البارميزان وخلاص على كده. شكلها شيك جدا وبجد كان طعمها حلو قوي. تعمليها في اي عيد ميلاد، في اي مناسبه كده تكون سريعه عايزه تعمليها، حلوه جدا. حطيها في التلاجة وبعدين قطعيها وقدميها، وبالهنا والشفا.
بجد شكلها وطعمها تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم، ولو الفيديو عجبك دوسيلي لايك واعملوا مشاركة للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.